آسفي تحت الماء، صرخة من القلب كي لا تتكرر هذه المأساة. ما بدا كأنه قطرات غيث استبشرت به ساكنة آسفي الخير، سرعان ما تحولت في مساء يوم الأحد 14 من دجنبر سنة 2025 إلى فيضانات وسيول خلفت وراءها كارثة إنسانية، 37 قتيلا وجرحى وخسائر مادية لا تحصى. الكثير من الغرقى والمختنقون بالماء. هذه ليست أخبارا عابرة، هذه مأساة تحرق القلب. يوم الاثنين في مقر عمالة آسفي انعقد اجتماع طارئ برئاسة ولي جهة مراكش آسفي الخطيب الهبيل وحضور الباشا محمد الفطاح ورئيس مجلس الجهة. والسلطات الأمنية تقدر الأضرار في جميع الأحياء سيدي بوزيد المدينة القديمة، حيث هطل 60 ملم من المطر في 3 ساعات فقط. الماء جرى بقوة، بيوت غارقة، ممتلكات مهدمة، والنتيجة 38 وفاة، والبحث لا يزال مستمرا. مستشفى محمد الخامس في حالة استنفار كامل. قال الطبيب خالد إعزاز: 50 سريرا جاهز، طواقم طبية تمت استدعاؤهم، وإمكانيات للتوسعة. الحماية المدنية، القوات العمومية، الكل في حركة دؤوبة، تمشيط ميداني، إسعاف، دعم للساكنة المتضررة. ألم يكن من الممكن منع هذه الكارثة؟ الحكومة تقول تعبئة كل الموارد، تنسيق محكم، يقظة عالية. نعم، ولكننا نحن الشعب من نتداعى لمساعدة بعضنا البعض. آسفي، نحن واحد، نساعد بعضنا البعض، ولن نعود لنرى هذه المأساة مرة أخرى. كم هي مؤلمة هذه المأساة، إنها لحظة تستدعي أعمق مشاعر التعاطف والدعاء. آسفي، قلوبنا معكم.